السلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم جبت لكم لي سيجار. شكون ما يحبش لي سيجار وخاصه في رمضان؟ هنا عندي الكاوكاو بالقشور تاعو، كنت حمصته في الفرن او في الفوغ وجيت نرحيه. رحيته في الاول، رحيته موين يعني خشين شويه، وزتلو 2 مغارف تاع السكر، يعني مغارف كبار تاع السكر. رحيته مع السكر، عاود رحيته مع السكر، جبت له حلوه الترك واستكملت رحيته مع ديك حلوه الترك. يجي بنين، تعطيه واحد البنه شابه بزاف، وكي ترحيه مع تاني مع السكر، الكاوكاو مع السكر تاني يجي معسل. هنايا كان عندي شويه جوز، كنت كسرته بيدي، خليته خشين شويه، زدت لها شويه قرفه وهو اختياري، وشنو تعطيها بنه شابه. هنا عندي جنجلان محمص، زدت لها شويه جنجلان محمص وخلطتهم مليح ولميتهم بالمزهر حتى يولوا عجينه، تحسيها ولات عجينه. شوفوا كيفاش ولات عجينه. من الافضل نتوما تخلوها تنشف. انا يا بديت نخدم يعني ديريكتومون، مسنيتهاش تنشف. يعني من الافضل تخلوها تنشف باش ديروا لي بودان تاع اللوز تاعكم. انا حكمت الحبه كيما شفتوا، قسمتها على 2 وبديت نشكل فيها. نحط النص تاع الورقه تاع الديول، ونحط لها لا فارس تاع الكاوكاو. طبعا اللي حاب يديرها باللوز يديرها باللوز، اختياري. وشنو انا لي سيجار نحبهم بالكاوكاو، يجوا بزاف. نحاول نضغط عليهم مليح، ضغطي على الحبه مليح باش تخرج رقيقه، ما تخرج لك خشينه، تخرج لك رقيقه. هنا جيت نقليهم، حاولوا ديروهم دوغي. من المقله ديريكت للعسل، نحطهم في العسل. طبعا العسل يكون بارد، لاخاطش هما ديجا راهم سخونين. نحاول تحتاني نديرهم الفوق والفوق، نخليهم نقلب. في الاخير حطيتهم في صحن التقديم ورشيت لهم شويه جنجلان. وكل واحد باش تحبي ترشي لهم كاوكاو، تحبي ترشي لهم حلوه ترك، تحبي ترشي لهم اللوز، كيما كان عندك الجود من الوجود. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وما تنساوش ديروا لنا لايك وتخلوا لنا تعليق شباب لما لا. ونقول لكم مع السلامه الى وصفه اخرى ان شاء الله.